كرة ماشي دوس. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أحبابي وأصحابي في كل مكان. معكم عمر شيتوس في أولى حلقات برنامج الكرة مع شيتوس. أول حاجة حابب أبارك لنادي بيراميدز لصعوده للنهائي بطولة أفريقيا أول مرة في تاريخه، وبخصوص إن هو صعد للنهائي. أنا عامل له فيديو صغير، تعالوا نشوفه مع بعض. ادي كرة امامية في اتجاه مصطفى فتحي، لو استلم مصطفى يلحق مصطفى قبل خط المرمى، عايز يلعب العرضية مصطفى، مين مقرب له؟ يلعب عرضية، التعادل لفريق بيراميدز، يفعلها فيستون مايلي عنده بدلا من المصاب فان روين. كرة جوه ال 18 ودي ضربة راس وهدف التعادل من أول لمسة يا رمضان، من أول لمسة يا رمضان هدف التعادل يأتي الآن. رمضان صبحي أتى من مقاعد البدلاء على موعد مع القدر، على موعد مع الهدف. الحارس سيفو تشين يحولها إلى ضربة ركنية، تتلعب الضربة الركنية ودي ضربة راس وهدف، هدف لفيستون مايلي. الله على ده هدف، الله على ده هدف. لسه في حلاوة كده، لسه في جمال كده. بيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا الآن، بيراميدز الآن في نهائي دوري أبطال إفريقيا. هدف تاريخي لفيستون مايلي، هدف التوازن. وتاني حاجة حابب أقول لكل جماهير النادي الأهلي اللي بيتابعوني من كل مكان، عرض لك بعد خروجهم من بطولة أفريقيا أمام سان داونز كالعادة. تعالوا نشاهد مع بعض إيه اللي حصل بعد المباراة. وزي ما شفنا مع بعض اللي حصل بعد المباراة النادي الأهلي وصن داونز، طلع علينا فيروس الكرة المصرية في البرنامج بتاعه وقال اللي احنا هنشوفه مع بعض دلوقتي. وكل من يمت للنادي الأهلي بصلة يرفض ويشجب ويندد بهذا التصرف اللا أخلاقي ولا محترم ولا مقبول ولا معقول ولا منتظر من بعض. وانا اؤكد مره اخرى انهم ليسوا جماهير النادي الاهلي. الصوره مش حلوه خالص طبعا. خالص اللي وصلت، بس انا باكد لك والله يا كابتن هاني دول مش من جماهير النادي الاهلي. ده مش باكد لك والله يا كابتن هاني انه اللي رمى الازايز مش من جماهير النادي الاهلي، كابتن مش من جماهير النادي الاهلي. وبعد ما شفنا فيروس الكرة المصرية قال ايه في البرنامج بتاعه، انا حابب بس افكره بفيديو صغير ايام ما كان هو لسه في الملاعب. تعالوا نشوفه مع بعض. لسه ما زال اللعب ويروح الكابتن شوبير يحط الكرة في مكان الضربة الركنية، مكان الضربة الركنية، ورايح خالد الغندور عشان يستأنف اللعب. زي ما بقول الزمالك كان قبل هذه المباراة حصل على بطولة الدوري بعد 25 مباراة وجاب فيهم 43 نقطة، والنادي الأهلي كان أيضا من 25 مباراة ب 39 نقطة وحصل على المركز الثاني. رايح جمال عبد الحميد والكابتن شوبير ويستأنف اللعب بعد قليل. وزي ما شفنا مع بعض رد فعل الجماهير ايام ما كان هو لسه في الملاعب، انا حابب ارد على فيروس الكرة المصرية بفيديوهات من داخل الملعب لرد فعل جماهير النادي الاهلي بعد مباراة سان داونز، لان هو ده الرد الفعل الطبيعي لاي جمهور بعد ما خرج من بطولة افريقيا. تعالوا نشوف مع بعض. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا رد فعل جماهير النادي الاهلي من داخل الملعب بعد ما رموا ازايز الميه على اللعيبه وعلى الحكام وعلى مدرب كرة بعد خروجهم من بطوله افريقيا. طبعا ده ردي من داخل الملعب، من فيديوهات من الجماهير من داخل الملعب وفيديوهات قديمه، فيديو قديم للكابتن فيروس الكرة المصريه لما كان لسه بيلعب في الملعب، لما كانوا بيحدفوه بالطوب. ده ردي ليه طبعا. ورجع تاني هو يتكلم على جماهير النادي الزمالك بس بطريقه غير مباشره، ويقول لك ان هم كانوا فرحانين من خروج النادي الاهلي. تعالوا نشوفوا بيقولوا ايه ونرجع تاني لبعض. وانا شفت امبارح كم الفرح اللي موجود في عينيهم ان الاهلي خرج، لانه كان منتظر لك وقعه زي دي. ورجعنا تاني بعد ما شفنا فيروس الكرة المصرية وهو بيتكلم عن جماهير نادي الزمالك
وبيقول لك انا شايف الفرح في عينيهم وشافهم فرحانين جدا لخروج النادي الاهلي من بطوله افريقيا، وده طبعا الطبيعي لانه هو المنافس بتاعي التقليدي وانا المنافس بتاعه التقليدي. يجي يقول لك المفروض ان النادي الاهلي بيلعب باسم الكره المصريه وبيشرف الكره المصريه واسم مصر وبيرفعه خارج البلاد طبعا، فده طبعا مش حقيقي لان هو بيشرف نفسه وبيشرف جماهيره، وزي ما فريقي انا بيشرفني انا وبيشرف جماهيري. عمرك انت ما فرحت لما انا خدت بطوله، ولا عمري انا هفرح لما انت تاخد بطوله. طبعا فيروس الكره المصريه كان بيتكلم علينا، انا دلوقتي هرد عليه بس بفيديوهات لمعلقين، واحد اهلاوي وواحد زملكاوي. نشوف التعليق على اهداف المباراه ونرجع مع بعض تاني. اتلعبت ارضيه وبيطلع الدفاع، مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. وكلنا بكل تأكيد مع الكرة الممتعة، مع اللمسات العالمية. صن داونز استحق كل شيء. صن داونز ظلم من التحكيم. لمسة من ناحية الشمال، يقف على كورته مع تبديلات عالمية من كردوس. الكرة الغربية مرة تانية، لا 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 ورجعنا تاني بعد ما شفنا المعلق الاهلاوي وهو بيعلق على المباراه، والمعلق الزملكاوي وهو بيعلق على المباراه. الاهلاوي لما بياخد بطوله عمر ما الزملكاوي هيفرح له، والزملكاوي لما بياخد بطوله عمر الاهلاوي ما يفرح له. فبلاش بقى كلام ان هو بيشرف الكره المصريه وبيلعب باسم مصر ولازم كلنا نشجعه. ولما اجي اقول لك ان انا مش هشجع الاهلي تقول لي ازاي ده بيلعب باسم مصر؟ طب ما انا لما باجي العب باسم مصر انت ليه ما بتشجعنيش؟ فالكلام اللي انت تقوله على نفسك لازم تقوله لغيرك، والكلام اللي ما ترضاهوش على نفسك ما ترضاهوش لغيرك. ده طبعا ردي باثنين معلقين، واحد اهلاوي وواحد زملكاوي، على فيروس الكره المصريه في البرنامج بتاعه اللي هو عامل فيروس في الكره المصريه، وهو اللي مبوظ الكره المصريه وهو اللي عامل الفتنه. لما يطلع يقول لك احنا بنفرح 80% من سكان مصر، يعني قصده ان ال 20% دي جماهير الزمالك وجماهير الاسماعيلي وجماهير المصري وجماهير الاتحاد. لا طبعا ارد عليه واقول له ما كناش 50-50. اذا كنت انت ازيد مني داخل مصر انا ازيد منك بكتير قوي خارج مصر. وشوف جماهير الزمالك في دول الخليج عامله ازاي. انا هرد عليك بس من بره مصر بيتكلموا ازاي عن الاهلي وبيتكلموا ازاي عن الزمالك. نروح نشوف الفيديوهات مع بعض ونرجع مع بعض تاني. عادة شطحات الكابتن شوبير في المنابر الإعلامية. الصبح في الإذاعة يهاجم الزمالك، جمهور الزمالك، إدارة الزمالك، لعيبة الزمالك. نفس الشيء بالليل في قناة الأهلي. عادت حليمة إلى عادتها القديمة، شغله الشاغل نادي الزمالك، ما في مواضيع هامة يركز عليها غير نادي الزمالك. ازعجتوا امنا جمهور الاهلي المصري. تدرون ليش انتم اقوياء في مصر؟ لان كل الدعم لكم اصلا. كل الدعم لكم اقسم بالله. لو الدعم اللي جاكم جاء للزمالك والله ما تنافسون. وبعد ما رجعنا مع بعض تاني حابب اوريكم راي ابو المعاطي زكي الاهلاوي المتعصب اللي ما عندوش ضمير، يوم بكلمه ويوم بكلمه تانيه ولازما على طول بيناقض نفسه. تعالوا نشوفوا بيقول ايه عن فيروس الكره المصريه ونرجع تاني. ادم شوبير ادم خير على النادي الاهلي، والله ادم خير خد الحصريات واحنا ما خدناش البطولات. ورجعنا مع بعض تاني، بس المره دي انا حابب اتفرج على اهداف مباراه الاهلي وصن داونز بطريقتي وباسلوبي انا. تعالوا مع بعض نروح نشوف اهداف المباراه باسلوبي وبطريقتي ونرجع مع بعض تاني. اهلي اهلي يا اهلي 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 يا اهلي اهلي. سلام للاهلاويه. كنت موت يا حلوه يا بطه، نبي حرسك يا اختي يا غطه، يا صغار باص الباص يا اخواتي يسلم فوق. واحد اسمه محمد واحد اسمه عيد. محمد مات يفضل مين؟ عيد. واحد اسمه محمد واحد اسمه عيد. محمد مات يفضل مين؟ عيد. طيب ما هو واحد اسمه محمد واحد اسمه عيد. محمد مات يفضل مين؟ ما انا بقول لك عيد. طب ما انا بعيد اهو. وبعد ما رجعنا مع بعض حابب اقول لكل اللي بيتابعني من كل مكان، اذا كان اهلاوي ولا زملكاوي ولا بيشجع اي نادي تاني، يا ريت ما تنساش تعمل لي لايك
وشير وسبسكرايب وتعمل لي فولو للقناه وتشير القناه على قد ما تقدر وما تبخلش عليا بالحاجات دي. وتعالوا مع بعض نروح نشوف الفيديو ده ونرجع لبعض تاني. وبيطلع الدفاع. مش ممكن مش ممكن يا جماعه، مش ممكن. ارجوكم ابقوا معنا. وبعد ما شفنا اخر فيديو معانا النهارده، انت لسه ما عملتليش لايك ولا شير ولا فولو؟ يا راجل ما تبخلش عليا، احنا حبايب وانت اخويا، اذا كنت اهلاوي ولا زملكاوي. ويا ريت اهلي وناسي واصحابي اللي بيتابعوني من كل مكان ما يبخلوش عليا ويعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب ويعملوا فولو للقناه ويفعلوا زر الجرس. وتعالوا نختم كلامنا اليوم باكبر قلعه رياضيه في مصر، نادي الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر. اشوفكم في رعايه الله، ومع السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الزمالك يبقى زمالك، ما عندوش فلوس هو الزمالك، ما عندوش مسؤولين هو الزمالك، مشكلة مسؤولين وإدارة هو الزمالك. جمهوره لم يتخلى عليه يوما، لم يتركه أبدا في الصعوبات.